في يوم من الأيام أغسطس سنة 2011 دخل مطرب في الخمسينات من عمره استوديو صغير وسجل أغنية اسمها بحب الحياة. كلمات بسيطة بتعبر عن قد إيه الحياة جميلة والدنيا وردي، وبيحب يعيش وعنده أمل في بكرة. بس بعدها ب10 أيام بالظبط مات. الأغنية دي طبعا ما تعرضتش. المطرب ده اسمه حسن الأسمر، ومفارقة إن آخر حاجة قالها في حياته كانت بحب الحياة، وهو نفسه اللي غنى قبل كده أشهر جملة حزن في تاريخ الأغنية الشعبية المصرية: كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. النهاردة هنحكي حكاية راجل صوته كان بيبكي بجد مش تمثيل، وعن أغنية واحدة قلبت مساره كله، وحياته الحقيقية كانت هي نفسها كلمات الأغنية. أنا محمد وده برنامج كوكتيل. استنى معايا ودوس لايك وسبسكرايب عشان نعرف بيت القصة. خش بالانترو يا ابني. لو رجعنا بالزمن شوية لسنة 1959 تحديدا، طفل اتولد في حي العباسية بالقاهرة، بس جذوره ما كانتش من القاهرة. جذوره كانت بتمتد للصعيد وتحديدا محافظة قنا، أو زي ما بيقولوا عليها أهلها جنة، وزي أي أسرة بسيطة جاية تدور على لقمة تعيش في العاصمة. بس محدش هنا كان يتخيل إن الولد اللي اتولد واتربى في العباسية ده هيبقى من أشهر مغنيين في مصر. بس الفكرة إن حلمه الحقيقي هنا ما كانش نفسه يطلع مغني، بالعكس كان نفسه يبقى ممثل. بس القدر هنا كان ليه رأي تاني. بدايته كانت من شارع محمد علي بيحيي الأفراح والموالد بصوته الجميل. كانت نقطة تحول بالنسبة له لما عاد إحياء أغنية زحمة يا دنيا زحمة. تقول لي إيه ده؟ هي مش بتاعت عدوية؟ أقول لك أنت كده ناقصك ومتفرجتش على الحلقة بتاعته. بس لما عاد إحياء الأغنية دي لفت الأنظار ليه، وبعدها بشوية شاف إعلان لشركة إنتاج بتدور على أصوات جديدة مواهب، وراح فعلا واتقبل وسجل أول أغنية بصوته، وكان اسمها ساعتها وعلي الأنا يا التمرجية، وده فرح ليكم حزن ليا. ونجحت فعلا. بس سنة 1984 عمل أول ألبوم كامل ليه لوحده، وده كان بعنوان عيون ست البنات. ومن هنا بقى في وحش على الساحة جديد اسمه حسن الأسمر. سنة 91 حسن الأسمر هنا كان بيدور على حاجة تفرقه بينه وبين أي مطرب تاني، ولقاها. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب. الأغنية دي ما كانتش مجرد أغنية، دي كانت قصة حياة حسن الأسمر بالظبط. حسن الأسمر كان شخص مسؤول عن إخواته بعد وفاة والده الله يرحمه، وهو لسه مجرد في ال30 من عمره، وعاش أزمات كتير. كان هو العائل الوحيد تقريبا للبيت، فلما جه يسجل أغنية زي دي فكان بالنسبة له الموضوع سهل، هو بيسجل حاجة من حياته مش مجرد أغنية وكلمات وكده. وهنا التفصيلة اللي هتخلي الجمهور يقشعر، عشان ابنه هاني حكى بعد كده ان تسجيل الاغنيه دي بالذات وقف اكتر من مره في الاستوديو اثناء التسجيل، وده مش عشان مشكله تقنيه مثلا ولا حاجه، بالعكس مهندس الصوت كان بيعيط كل ما حسن الاسمر يغني كوبليه. انت متخيل؟ ده غير دموع حسن الاسمر اصلا وهو بيغني الاغنيه. فالموضوع كله كان حاله حقيقيه مش مجرد اغنيه وكلمات والحان. بس النتيجه كانت ايه؟ اغنيه بقت اغنيه ايقونيه بنستخدمها لحد النهارده في حياتنا، اتحولت من مجرد اغنيه حزينه لميم وكوميكس في كل حاجه. تقدر تقول كده ان هي بقت جزء من الثقافه الشعبيه المصريه، ولقبوه كمان بمايكل جاكسون مصر من شده تعلق الناس بيه وحبهم ليه. بعد النجاح ده حسن الاسمر ما وقفش عند الغنى، بالعكس السينما خطفته. شفناه في افلام كتير فعلا زي ليله ساخنه، امراه وخمس رجال، وزياره السيد الرئيس، ده غير دوره الشهير طبعا في مسلسل ارابيسك. لكن اللي ميز حسن الاسمر انه فضل الراجل ابن الشارع، حتى الوهمه اللي في وشه كان عايز يمحيها فتره ويخفيها، لكن هي كانت سبب تميمة حظه. كان بيحرص انه يظهرها في كل بوسترات البوماته. وعلى الجانب الشخصي كان راجل بسيط عاشق للاكل المصري وخصوصا الطواجن، ده غير انه كان اهلاوي متعصب. بس في نقطه دراميه صغيره هنا لازم تتقال. الاسمر كان رافض تماما ان هاني ابنه يدخل عالم الغناء، لحد ما الابن والام يتحايل عليه سنين، لغايه لما وافق على اغنيه واحده بس وتكون معاه دويتو، وهي اغنيه لم الشبك يا ابني. ودي كانت المره الوحيده اللي ظهروا فيها اعلاميا مع بعض. وهنا بقى خلينا نوصل لرمضان 2011. حسن الاسمر هنا كان شبه غائب تماما عن الساحه الفنيه من 2008 مثلا. فجاه ظهر لاعلان تجاري لشركه موبينيل، غنى فيه اغنيه لحنها نفس اللحن بتاع كتاب حياتي يا عين، ولكن الكلمات مختلفه. الاعلان ده مش محتاج اقول لك شهر ازاي، مصر كلها شافت، العالم العربي كله شافه. حرام حرام حرام. بس محدش كان يعرف ان ده هيبقى اخر ظهور ليه قبل ما يموت بعدها بايام. بعدها بايام فعلا تحصل حادثه كبيره في حي العباسيه.
ويظهر حسن الأسمر على التلفزيون بيتكلم عن أهالي منطقته. وبعدين ب10 أيام بس قبل ما يموت دخل الاستوديو وغنى أغنية بحب الحياة، أغنية بتحمل أمل وطاقة وحب للحياة ونظرة إيجابية للمستقبل. زوجته قالت بعد كده إنه كان مغمى شوية في ضوء الضغط بتاعه، وإنها في يوم اتصلت عليه ما ردش، بعدين رجع البيت وكان عينه حمرا دم، طبعا ده بسبب الضغط. يوم 7 أغسطس 2011 حسن الأسمر جاله أزمة قلبية مفاجئة ومات على الفور بسببها. فكرة انه كانت صحته زي البومب قبلها بايام، محدش كان ملاحظ عليه حاجه ومحدش كان متوقع الصدمه دي. والمفارقه اللي مفيش اقصى منها انه اخر اغنيه غناها كانت عن حب الحياه، بس حبه للحياه ده ما كانش كفيل انه يقاوم بقدر كافي وتوفاه الله. الاغنيه اللي كانت المفروض تبقى بدايه مرحله جديده للحياه وامل واشراق بقت وداع اخير محدش يقصده ولا سمعه. حسن الأسمر مات وعنده 52 سنه بس، لكن الغريبه ان حبه زاد في قلوب الناس واتشهر اكتر واكتر واكتر بعد وفاته، وده حب الناس وحب من ربنا. لسه لحد النهارده لما بتقع في اي موقف حزين اول حاجه بتيجي في بالك اغنيه كتاب حياتي يا عين. لسه صوته بيتردد في الافراح والموالد والتاكسيات بالظبط كانه عايش وسطنا. حسن الاسمر ما كانش مجرد مطرب شعبي غنى للناس، كان صوت غنى حياته هو بالظبط، وعاش كل كلمه قالها فعلا لحد اخر نفس.